في الأول أنا بشكركم جدا على استقبالكم الجميل النهارده وعلى كلامكم الراقي هذا في حب مصر جدا كمان يا باشا. وإحنا كلنا بنجتمع مش لحل مشكلة شخص معين أو حل مشكلة دولة لكن إحنا بنعمل حساب إن إحنا ناس عايشين في مصر في رخائها في جمالها في حبها، بنحب وطننا، بنحب بلدنا، بنحب كيانها. ومصر دي هي مصر أم الدنيا، فعلا مصر الدنيا مصر هي اللي فيها العلماء وفيها المثقفين وفيها الفلاحين وفيها العلماء وفيها الأطباء، وده شرف عظيم احنا بنحظى بيه كلنا في ظل حب مصر. الحملة مشكورة جدا بوجود الأستاذ الرئيس المرموق الأستاذ الخميس اللي هو بيجتهد بيعمل بدون مقابل ويعمل من أجل الوطن، وإنسان صافي النية وإنسان طموح وإنسان يحب كل المواطنين المصريين الموجودين، وإحنا طبعا كلنا بنأيده. وطبعا أنا بشكره إن أنا الرئيس الشرفي للحملة، والرئيس الشرفي ده يشرفني. مش هقول لكم أنا أكبر منكم في العلم ولا في النقاء ولا في الصفاء ولا كلنا نجتمع فيه، لكن على الأقل أنا أكبركم سنا وأحب إن أنا ومقاما وعلما وأكون أخوكم وحبيبكم وصديقكم، ونحن في ظل حب مصر احنا بنعمل. وفي الحالة دي أنا بقول لكم احنا مش مجتمعين عشان نشوف مين ما بيشتغلش ومين بيشتغل ومين حرامي ومين وحش ومين المخابرات ومين المباحث، لا احنا بنشتغل ازاي اعمل انا في حب مصر، ازاي اعمل انا في حب مصر. الميكانيكي يشتغل ميكانيكي بذمه وضمير من اجل مصر، الفلاح يشتغل بذمه وضمير من اجل مصر، المهندس كذلك، الطبيب كذلك. الرئيس خميس يقول لكم ان في جهات حكوميه عامله اقتراح جميل جدا للحمله انها لها تخفيض في الكشف الطبي وفي العلاج وفي كل مكان في مصر. لنا جذور ولنا امكانياتنا الجميله اللي هي ممكن تاكد على ان احنا بنحب مصر بسخاء وبنحب مصر بصفاء وبنحب مصر من اجل مصر. واحنا في الحاله دي انا اولا اؤكد على ان الحمله ليست ضد احد، بل بالعكس الحمله احنا لسنا حزبيين ولا احنا متقوقعين ولا احنا ضعفاء، بل احنا اقوياء بحبنا للوطن، بحبنا لمصر، برئاستنا، بكياننا، بامكانياتنا، بعملنا. كل ده يأكد على حبنا لمصر. احنا كحملة وانا كرئيس شرفي للحملة انا اؤكد لكم ان احنا معاكم في كل شيء انتم عايزينه في من خلال الحق والعمل من اجل الوطن، الحق والعمل من اجل الوطن. انا لنا وزير عمل عشان هشغل واحد ولا هعمل، لكن اي واحد عنده مشكله شخصيه الاستاذ خميس طبعا بيخلصها واحنا خلصناها مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10. المشكله العامه احنا متبنيينها لان ده وطننا في كل مكان في مصر، في اي محافظه، في كل مكان احنا بنشتغل فيه بحب برخاء، لا بخوف ولا بطمع ولا باي حاجه، وليس لنا مرتب خاص من الدوله. ده كلام غلط. احنا كلنا مجهود شخصي زينا زيكم، احنا اخواتكم، احنا اذا كنتوا كبار في السن واحنا ابهاتكم اذا كنتوا صغار في السن، واحنا علماءكم اذا كنتوا لا تفهم في العلم في الثقافه في الوعي. احنا يد واحده في ظل حب مصر وامكانياتنا، احنا كلنا تحت امركم كلكم فيها. انا مش جاي عشان كل واحد يقول فلان يقول احنا عندنا مشكله في التموين واحنا عندنا دي لها ناسها
ولها وزاره والوزير ما عندناش مانع. انا شخصيا ما عنديش مانع اقابل اي وزير في عمل عام للكل. اي حاجه عندكم خاصه معينه في لوزير معين، انا مش عايز اقول لكم مش هقول لكم بان انا كنت مين ومن انا يمكن رؤساء الدول العربيه كلهم يعرفوني. انا الحمد لله مشرف ومقدر من الرؤساء من ياسر عرفات الله يرحمه، من صدام حسين، من عبد الناصر، من حسني مبارك، من كل الرؤساء القدام اللي كنت انا صغير في السن وبجتهد في ظل الحب، في ظل القوميه، في ظل الوطن، في ظل العروبه. انا ده مكاني وده كياني وده هدفي وده حبي، وبحبكم ان انا كلكم. انا اخوكم الكبير في اي عمل عام. اما العمل الخاص فانا اجتهد معاك لوصول حقك عندك، وانا متاكد ان الحق عندك هيوصل عندك مهما كان. واحد بيشتغل، واحد بيحصل له اي ظرف، اي مساوئ عنده، احنا بنقف معاه كاخ وبدون مقابل لا من الحمله ولا مني انا شخصيا. وتليفوننا موجود، واحنا اجتهدنا وعملنا اكثر من عمل واثنين وثلاثه وعشرة ومية في ظل ان احنا فعلا ناس في ظل ان احنا نكون اخوه، في ظل ان احنا نكون انا اللي بطلب منك ايه؟ بطلب منك ان انت ازاي تحب مصر. تحب مصر في عملك، تحب مصر لا انا عايز منك تقول لي فلان بيبيع مخدرات، انا ماليش دعوه بيه، لان فيها جهه خاصه بان هي تمسكه او تعمله. لذلك احنا لا نخاف من ضابط مباحث، ولا نخاف من وكيل نيابه، ولا نخاف من قاضي، لان كل دول في حب مصر احنا بنشتغل وهم بيشتغلوا، واحنا في التقدم وفي الرقي وفي العمل للصالح. وايا كان موضوع، اذا كان عام انا اتدخل فيه، وان شاء الله باذن الله هننتصر، لان انتصرنا في مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره. واذا كان عمل خاص احنا برضه ما عندناش مانع تحت امكانياتنا الشخصيه في حدود اوقاتنا المزحومه، برضه ان احنا نجتهد في كل واحد ازاي يصل الى حقه وليس الى الباطل. في الحق احنا معاك. بالنسبه للحمله، هي حمله احنا كلنا اخوات فيها، واحنا كلنا في حب وطننا، واحنا كلنا بنعمل من اجل التقدم دائما لاولادنا، لاحفادنا، لاخواتنا. دخلنا فيهم كليات الطب، ودخلنا فيهم كليات الشرطه، ودخلنا فيهم كليات الحربيه. كل ده دخلنا ناس مش هنقول لكم اعداد، لكن بنقول من اجل وطننا بنحبهم، ومن اجل وطننا احنا بنعمل، ومن اجله بدون مقابل. واللي يطلب منك 10 جنيه على عمل احنا مش عايزينه، لا احنا محتاجين منك 10 ولا 20 ولا 1000 ولا 2000. لكن انا بقول ازاي انت تنبع وازاي انت تشتغل في حب الوطن. اذا انت حبيت الوطن فانت اخويا، وانت اذا كنت حبيت الوطن انت رمز، والرمز في الحب الوطن ده شرف لينا وليكم. انتم كلكم في اجتماعكم دوت، انتم لكم باع ولكم يد ولكم بصمات في حب الوطن. واحنا من خلال حب الوطن احنا بنحب رئيسنا، مش عشان بيدينا فلوس، لكن علشان هو على الاقل امن مصر موجود. واحنا كلنا بنحب مصر، لان احنا مش عايزين حاجه تتخلخل في داخل مصر من الناس الوحشه. احنا ناس حلوه ونامل الى العمل الدؤوب. واي مشكله ليكم شخصيه او عامه، العامه نتدخل فيها، والشخصيه عند اللزوم احنا